قد تخرج كرة القدم من كونها لعبة مسلية إلى التوتر يحبس أنفاس الجميع. والانمي اللي معانا النهارده ممتع لدرجة ما تتوصفش، هياخدنا في رحله شيقه جوه ملاعب كره القدم. فيا ترى الحلقات مخبيه لنا ايه؟ ده اللي نعرفه النهارده في الانمي اللي معانا، الجزء الاول من الموسم الاول. يلا بينا. بتبدا الحدث بمباراه مشتعله بين احسن فريقين للشباب في اليابان، وبنشوف ايسياجي اللي كان واضح قوي انه مهاري جدا، وفعلا قدر يرقص اكتر من واحد من الفريق المنافس، وكان رايح انفراد، وفجاه ظهر له على الناحيه اليمين زميله اللي نعرف ان اسمه تادا. والرغم ان ايسياجي كان عاوز يشوط الكره علشان يتعادلوا ويتاهلوا للمرحله اللي بعدها، لكن بعد ما فكر شويه قرر يضمن الكرة اكتر، وبصاها لتادا اللي كان موقفه افضل. وفي الوقت اللي الكرة كانت رايحه فيه ناحيه تادا، وقتها ايساجي كان بيفكر في المنتخب، وخصوصا لان افضل لعيبه في البطوله دي هيروحوا منتخب اليابان تحت 18 سنه. بس فجاه قطع حبل افكاره صوت القايم اللي الكرة تادا خبطت فيه، وبعدها الكرة رجعت للفريق المنافس، وساعتها كيرا اللي كان نجم الفريق اللي ضد فريق ايساجي قدر يروح انفراد وحط الكرة جول، وبالشكل ده النتيجه بقت 2-0 وفريق ايساجي غادر البطوله. وبعد ماتش كل اللعيبه اللي خسروا ما كانوش مصدقين نفسهم، وتادا فضل يعتذر لزمايله اللي حاولوا يطيبوا بخاطره، في الوقت اللي كيرا كان من الصحفيين ومش ملاحق على اللقاءات، وعرف كمان انه تم استدعائه لمنتخب اليابان. وفي طريق الرجوع للبيت ايساجي كان زعلان جدا وعمال يلوم في نفسه، وكان بيتمنى لو شاط الكوره بدل ما يمررها لزميله. بس لما رجع البيت استغرب جدا، وده لانه عرف ان اتحاد كره القدم الياباني باعت له خطاب بيستدعيه هو كمان. وطبعا ايساجي استغرب جدا، وخصوصا لان فريقه خسران. ولما راح للعنوان اللي موجود في الجواب اتفاجئ بوجود كيرا، لكن لما دخلوا القاعه اتفاجئوا بان في 300 لاعب غيرهم. والغريب في الموضوع يا صديقي بقى هو ان كل اللاعيبه دول مهاجمين. وقتها ايساجي ورغم انه فرحان بس كان مستغرب جدا، ودماغه مسحومه بعشرات الاسئله، ومش عارف السبب الحقيقي وراء الاستدعاء ده. وبعد شويه بيظهر مسؤول من الاتحاد الياباني بنعرف ان اسمه ايجو، بيبدا يتكلم مع اللعيبه وبيقول لهم للاسف كره القدم في اليابان مش افضل حاجه، وعلشان كده صممنا برنامج اسمه القفل الازرق، هنقدر نطلع منه مهاجمين حقيقيين يساهموا في ان منتخب اليابان ياخد كاس العالم. بس الكلام ده بشروط ابطال، زي انكم خلاص ممنوع تلتزموا باي بطوله مع الانديه بتاعتكم، وكل وقتكم هيبقى لينا وبس، واحنا هنراعيكم من كافه الجوانب. بس الكلام ده ما عجبش لعيبه كتير من ضمنهم كيرا اللي فضل يتكلم مع ايجو ويقول انه ده مجرد كلام فارغ، وكره القدم عمرها ما كانت بالابحاث والبرامج. لكن كيرا لهم اللي مش عاجبه الكلام وحابب يمشي يتفضل، ما فيش اي مشاكل. وبعدها عرفهم ان ما فيش حد منهم هيروحوا المنتخب غير واحد بس هيبقى افضلهم. ورغم ان ايساجي كان متضايق جدا من السياسه بتاعه البرنامج، لكنه كان مضطر يوافق لانه شايف في نفسه انه يستحق يبقى مهاجم المنتخب الياباني. وعلشان كده ايجو طلب منهم يتحركوا بسرعه، وبعد ما ركبوا الباصات نزلوا فندق واتقسموا على مجموعات، ومن هنا بدات المنافسات بينهم من اول لحظه. وده لان كل واحد من اللعيبه كان شايف انه لازم يخلص من زمايله علشان فرصته تزيد في المكسب. واول منافسه بينهم كانت انهم يحاولوا يشوطوا الكره في بعض، واللي الكره تلمسه يبقى بره المنافسه. ورغم ان ايساجي جات له اكتر من فرصه، لكنه كان بيرفض يكون السبب في خساره حد من زمايله بالطريقه دي، وكان بيقرر يسيب الكره لحد تاني من اللعيبه. بنشوف بعد كده اجتماع في اتحاد كره القدم الياباني، والمسؤوله اللي نعرف ان اسمها تيري بتتكلم مع زمايلها وبتقول لهم كره القدم اليابانيه فيها لعيبه كتير جدا كويسين وعاليتهم ناضجه واستحواذهم في الملعب افضل من اي حد، بس دايما عندنا مشكله في انهاء المهاجمات، ودي حاجه مخلينا واقفين مكاننا من زمان، وبقى صعب جدا ان منتخبنا يقدر ياخد كاس العالم. بتكمل كلامها وبتقول لهم املنا الاخير في الموضوع ده هو واحد اسمه ايجو شغال على برنامج خرافي بيحاكي اغلب المواقف اللي المهاجمين بيتحطوا فيها جوه الملعب، وانا واثقه ان برنامج القفل الازرق هيخرج لنا مهاجم اليابان الاول اللي هيكون سبب فوزنا بكاس العالم اللي جاي. وبنرجع مره ثانيه للمكان اللي اللعيبه متواجدين فيه، وبنشوف ايساجي اللي اتحط في موقف صعب جدا، كان مضطر فيه يشوط الكره في جسم كيرا، وده ببساطه لانه لو ما كانش عمل كده كان حد تاني من اللعيبه يشوط الكره في جسمه هو وهيخليه يغادر المنافسات. وعلشان كده ايساجي اضطر فعلا يشوط الكره في كيرا، وبعدها على طول ظهر ايجو وطلب من كيرا يغادر المكان. وطبعا كيرا وقتها كان هيتجنن وفضل يقول ان ده برنامج فاشل ومش بيقيس اي حاجه في الكوره، لكن ايجو اتكلم بمنتهى الهدوء وقال له كلامك غلط بنسبه 100%، وكل حاجه في البرنامج محسوبه، والمكان اللي انتم واقفين فيه دلوقتي قد منطقه الجزاء بالظبط، ومن خلال التجربه اللي عملناها دي بنعرفكم ازاي تتصرفوا في المواقف الصعبه وازاي قراراتكم تكون اسرع جوه المنطقه. وبيلهم في الجناح ده من المكان هيبقى فيه 11 لعيب منكم، وبعدها بيعرفوا من اختبارات اللياقه البدنيه هتتم تاني يوم، وفعلا بنشوف اللعيبه هم في اختبار الجري وكل واحد منهم بيحاول يثبت ان لياقته اعلى من التاني. وبعدها يجوا بيعرفوا من نتيجه الاختبارات طلعت، ورغم ان كل واحد كان فرحان بان تقييمه عالي، لكن ايجو فهمهم ان التقييمات في القفل الازرق مختلفه شويه، لان اقل واحد في التقييم هو اللي يعتبر افضلهم،
وبعدها عرفوا ان اللعيبه اللي قدرت توصل لتقييم عالي هيقدروا يتدربوا في اماكن متطوره اكتر، ده غير انهم هياخدوا وجبات فخره. وبنسيب كل ده يا صديقي وبننتقل بالاحداث علشان نشوف واحد من لعيبه الوسط اللي كانوا مشاهير، بنعرف ان اسمه ايوتشي، وبنشوفه هو قاعد مع واحد من المذيعين. ورغم موهبه ايوتشي كانت جامده جدا، لكن القوانين في اليابان كانت دايما واقفه ضده، وعلشان كده احترف في اوروبا. ولما مسؤول ساله عن امكانيه فوز اليابان بكاس العالم، وقتها ايوتشي قال له انه مش مهتم بحاجه زي كده، وكل اللي يهمه دلوقتي هو انه يكسب دوري ابطال اوروبا مع فريقه. بنشوف بعدها مؤتمر علشان المسؤولين يعرضوا للصحافه كل تفاصيل القفل الازرق، لكن الصحفيين بيكونوا معترضين جدا على فكره البرنامج، وبيقولوا للمسؤولين مش معنى انكم عاوزين تطلعوا لعيب واحد موهوب انكم تقضوا على 299 لعيب تانيين، لان دي حاجه مش عادله. لكن ايه يقول له كم عم في الفيديو بيقول لهم لازم نشيل العواطف على جنب علشان نقدر نطلع لعيب زي كريستيانو وميسي ونيمار يقدر يفيد بلدنا ويوصلنا لاننا نكسب كاس العالم. وبعدها ايجو بيتكلم عن تفاصيل المرحله اللي جايه من البرنامج، وبنعرف وقتها انه ما تفضلش في كل جناح غير 11 لعيب، زي ما بنعرف ان كل 11 هيلعبوا مع بعض كفريق، ودي طبعا حاجه غريبه جدا لان كلهم مهاجمين. بنشوف فريق ايساجي بعد كده هم بيعملوا قرعه علشان يشوفوا كل واحد منهم هيلعب في اي مركز جوه الملعب، ومن حسن حظ ايساجي انه هيلعب في الهجوم، وده المكان طبعا اللي هو مميز فيه جدا. وبعد شويه بيظهر ايجو علشان يتكلم مع اللعيبه، وعرفوا ان الحكايه كلها صفت على 5 فرق هيلعبوا ضد بعض بنظام الدوري، ومش هيتاهل غير فريقين منهم، واي لاعب يطرد من شاي الصيد على المنتخب طول عمره. بس الفرقه الخسرانه هيتم اختيار اللعيبه الهدافين منها، ولو في 2 لاعيبه متساويين في الاهداف هيتم اختيار اللاعب اللي اخلاقه ولعبه هيكونوا افضل، وحصوله على البطاقات كان اقل. وبعدها عرفوا ان الماتش فاضل عليه اقل من ساعتين، وعلشان كده بدأوا يستعدوا. الماتش بدأ فعلا، وعرفنا ان في تقنية فار علشان كل حاجة في تصرفات اللعبة تبقى متراقبة. وبعد ما الماتش بدأ ايساجي اتفاجئ بحاجة غريبة جدا ما كانتش على باله، وهي ان كل اللعيبة على الملعب حرفيا كانوا بيتخانقوا علشان كل واحد منهم يبقى الهداف، ويضمن انه حتى لو فريقه خسر هيتم اختياره علشان يكمل في البرنامج. ودي حاجة خلت الفريق بتاع ايساجي مشتت جدا، وبما ان الفريق اللي ضدهم كان فيه مهاجم قوي اسمه بارو، فالشوط الاول من الماتش خلص بنتيجة كارثية، وفريق ايساجي كان خسران 5-0. وبارو فريقه تاكدوا ان الماتش بتاعهم خلاص، وفعلا مستوى فريق بارو كان اعلى من مستوى فريق ايساجي، وخصوصا لان فريق ايساجي ما كانوش منسجمين مع بعض خالص، وكل واحد بيشيل الاخطاء لزمايله وخلاص. بس بين الشوطين اتكلموا مع بعض وقرروا انهم يوزعوا المهام، وكل واحد منهم يلتزم بمركزه جوه الملعب وينسى انه في الاصل مهاجم. وعلشان كده في الشوط الثاني فريق ايساجي ظهر بشكل افضل نسبيا، وقدر ايساجي يراوغ اكتر من لعيب، ورغم انه خاف من التمرير بس بالصدفه كده لعب الكره لواحد من زمايله قدر يحطها جول، لكن زميله كان متضايق منه جدا وفضل يتخانق معاه لانه متاكد انه ايساجي اصلا ما كانش يقصد يباصي. وساعتها باقي لاعيبه الفرقه قرروا يهدوهم وقالوا لهم محتاجين نركز يا شباب عشان نرجع في الجيم. بس للاسف المباراه انتهت بخساره فريق ايساجي 5-1. وعلشان بارو يهزم ايساجي نفسيا قال له عمرك ما تكون مهاجم لانك مش موهوب. وفي غرفه تغيير الملابس كل لاعيبه فريق ايساجي كانوا حاسين بالاحباط وفضلوا يلوموا ايساجي ويقولوا له اغبى قرار اخذناه هو انك لعبت مهاجم. لكن كابتن الفريق طلب منهم يهدوا وقال لهم يا شباب ده كان اول ماتش والبطوله من نظام الدوري، يعني لسه عندنا ماتشات كتير نعوض فيها. وفضل يراجع معاهم الاخطاء اللي ارتكبوها وقال لهم كلنا كنا بنلعب بشكل عشوائي وكنا مركزين بشكل فردي اكتر من اهتمامنا بروح الفريق، وده السبب الاساسي في الخساره. وفجاه بيظهر ايجو علشان يعرفوا من الماتش اللي كان شغال في نفس ميعاد ماتشهم خلص بخساره فريق 8-0، يعني هم ورغم خسارتهم مش المركز الاخير في المجموعه. وعلشان كده اللعيبه قرروا يركزوا بشكل افضل وقرروا يعالجوا اخطائهم في الماتشات الجايه. لاعيبه فريق ايساجي بداوا يقربوا من بعض اكتر، واول قرار صح اتخذوه هو انهم يعرفوا كل واحد منهم موهوب جدا في ايه. منهم اللي قال ان موهبته في السرعه، ومنهم اللي قال ان تسديداته قويه جدا، ومنهم اللي كان بيقدر يراوغ وغيرها من المهارات. لحد ما جه الدور على ايساجي، ولما سال السؤال كان حاسس انه فعلا مش لاقي اجابه ولا قادر يحدد هو متميز في ايه. لكن زمايله وقتها عرفوا انه متميز جدا في التمريرات ورؤيته للملعب هايله. وبعدها كل اللعيبه قرروا يطلعوا الماتش اللي فات من دماغهم تماما، وبدا يتمرنوا على ان كل واحد فيهم يستغل مهارته علشان اللي جاي يكون افضل. ورغم ان العلاقه معظم الوقت اللي فات بين لاعيبه فريق ايساجي ما كانتش افضل حاجه، لكننا بنشوف لاعب اسمه كونيجامي بنعرف ان ده اللاعب اللي احرز الهدف الوحيد الماتش اللي فات، وبنلاحظ انه قرب جدا من ايساجي وبقوا اصحاب. ولان كونيجامي درجاته في اللياقه البدنيه كانت عاليه اخذ وجبه ستيك اضافيه، وعلشان ايساجي بقى صاحبه فكونيجامي قرر انهم يتقاسموا الوجبه مع بعض. واثناء الاكل فضلوا يتكلموا عن تفاصيل الماتش اللي فات، وكونيجامي قال لسياجي انه موهوب ولاعب هايل ولو ركز اكتر من كده هيبقى اضافه كبيره جدا للفريق.
طبعا الكلام ده خلى معنويات ايساجي عاليه جدا، وعلشان كده بعد ما عرفوا ميعاد ماتشهم اللي جاي قرروا انهم يكسبوا مهما كان الثمن. وبنعرف ان الماتش ضد الفريق اللي خسر 8-0 قبل كده، وده معناه ان الماتش هيكون صعب جدا لان الفريقين داخلين الماتش وهم خسرانين قبل كده. وبمجرد ما الماتش بيبدا بنلاحظ قد ايه ايساجي وزمايله مركزين جدا، وبنلاحظ ان خطتهم هي ان كل واحد فيهم يحتفظ بالكره اقل وقت ممكن وما يراوغش اكتر من لاعب من لاعيبه الفريق المنافس، وبمجرد ما بيضغط عليه بيباصي. وفعلا كل اللعيبه كانوا ملتزمين بالخطه بشكل هايل، بس مع مرور الوقت بداوا يسرحوا، والمشكله الاكبر بالنسبه ليهم هو انهم كانوا بيواجهوا دفاع صلب جدا من الفريق المنافس، ودي حاجه خلتهم ما قدروش يجيبوا اهداف. وعلشان المشاكل تزيد في الفريق المنافس كانوا اذكياء جدا، وبمجرد ما حسوا ان ايساجي وزمايله بداوا يتقدموا وكل واحد منهم عايز يطلع المهاجم اللي جواه ونسوا مراكزهم، قدروا يكتشفوا الثغره في خط دفاع فريق ايساجي، وفعلا مرروا الكره للمهاجم بتاعهم اللي قدر يحرز هدف. وبكده بينتهي الشوط الاول بخساره فريق ايساجي 1-0. والموضوع يا صديقي ما كانش مجرد خساره لشوط في الدوري، على قد ما هو بيقلل امال فريق ايساجي في انهم يتاهلوا، لان خسارتهم لماتشين ورا بعض هتخلي موقفهم صعب جدا. وبين الشوطين زمايل ايساجي كانوا عاملين يتخانقوا مع بعض، لكن كابتن الفريق هداهم وقال لهم احنا كويسين يا شباب، ثغره واحده اتفتحت ودخل فينا جون، وده مش مؤشر خطير ولا حاجه، لازم نركز ونوازن بين الدفاع والهجوم، وبوعدكم اننا نكسب الماتش. وفعلا في بدايه الشوط الثاني ايساجي وزمايله كانوا مركزين اكتر من الشوط الاول وعملوا هجمه خطيره، لكن حارس الفريق المنافس قدر يصدها ببراعه، وبعد ما الكره خرجت ضربه ركنيه واحد من فريق ايساجي نفذها، بس دفاع فريق منافس قدروا يطلعوها، وساعتها ايساجي استلم الكره بره المنطقه، ورغم انه كان عاوز يشوطها لكنه هوش اللعيبه بتوع الفريق المنافس ومررها زميله اللي حطها جول علشان النتيجه تبقى 1-1. وبعد ما فريق ايساجي قدر يحرز هدف التعادل الفريق المنافس بدا يركزوا من تاني وبدا يحتفظوا بالكره اطول وقت ممكن، ودي حاجه خلت فريق ايساجي يسحب واحده واحده لحد ما فتحوا ثغره كانت مناسبه جدا لان الفريق المنافس يخطفهم، وفعلا الكره اتلعبت في ظهر فريق ايساجي والفريق المنافس قدر ينقل الهجمه بسرعه لحد ما وصلوا عند منطقه الجزاء بتاعه فريق ايساجي، وهنا ايساجي بيفاجئ الملعب كله وضرب سبرنت اسرع من اي حد من كل اللعيبه واتزحلق بفدائيه كبيره وقدر يقطع الكره. ومش بس كده، ده استغل تقدم الفريق المنافس وبدا يبني هجمه مرتده مثاليه، وفعلا زمايل ايساجي كانوا متناغمين جدا وقدروا ينقلوا الكره بسرعه لحد ما الكره وصلت، وايساجي كان منطلق زي السهم وشاط الكره بشكل ممتاز وجاب جول الفوز في نفس اللحظه اللي المباراه فيها انتهت. وبعد ما الماتش خلص ورغم ان كل زمايل ايساجي كانوا فرحانين جدا لكنه كان محترم مشاعر الفريق المنافس، وعلشان كده رفض يحتفل بالشكل مبالغ فيه. وبعد الماتش اداره المشروع قررت تدي لاعيبه فريق ايساجي وجبات ستيك، ودي حاجه كانت مفرحاهم جدا خصوصا انهم كانوا محرومين من الاكل الجامد ده بقالهم فتره، وكل اللعيبه كانوا قاعدين مع بعض، لكن ايساجي لاحظ ان تشيجري زميله مش موجود وعلشان كده فضل يدور عليه لحد ما لقاه قاعد بيتفرج على اعاده الاهداف بتاعه ماتشهم الاخير. وساعتها ايساجي بدا يتكلم معاه، ووقتها تشيجري قال له انا دلوقتي بس اقدر اقول لك سلاحك والموهبه الحقيقيه اللي عندك وهي الوعي المكاني، لانك كنت بتمرن لزمايلك وكانك شايف الملعب من فوق مش موجود معاهم على ارض الملعب. ووقتها ايساجي فرح جدا بالكلام ده، لكنه اتكلم مع تشيجري وقال له انا بصراحه لاحظت انك رفضت تقول لنا ايه الموهبه اللي عندك. وساعتها تشيجري اتاثر شويه وقال له انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده، لكن ايساجي ضغط عليه. وساعتها تشيجري قال له انا عنده تمزق في اربطه ركبتي اليمين وكل الدكاتره قالوا لي اني لو تعرضت لاي اصابه زيها هبطل كوره للابد. وفي نفس الوقت بنشوف ايجو وهو بيتكلم مع تيري اللي كانت بتساله عن رايه في مصير كل فريق، لكن ايجو قال ان الكوره فيها كل حاجه وانه مش قادر يحدد مين اللي هيوصل فيه للنهايه. وفي الوقت اللي لعيبه فريق ايساجي كانوا قاعدين فيه مع بعض ظهر ايجو في فيديو وقال لهم اداره المشروع قدرت تعرف مين صاحب اعلى معدل من اول ما بداتهم، وفي مفاجاه كبيره عرفوا ان ايساجي هو افضلهم. وبعدها ايجو فضل يتكلم معاهم وقال لهم مش شرط ان كلكم تبقوا ميسي، بس اللي عايز يوصل فعلا هو بس اللي يقدر يشتغل على نقطه قوته ويطورها. ومن اللحظه دي ايساجي قرر ان هو اللي يبقى مهاجم اليابان الاول، وعلشان كده قرر يطور كل نقاط قوته ويعالج نقاط ضعفه. زمايل ايساجي بيتجمعوا وبيعرفوا ان الماتش اللي جاي ليهم ضد فريق قوي جدا هو نفسه اللي قدر يكسب اول فريق جوله 8-0، بس مشكلتهم انهم جايين من خساره وده لانهم خسروا ماتشهم الثاني واكيد هيبقوا عايزين يعوضوا. والماتش بدا فعلا والزمايل ايساجي لاحظوا قد ايه الفريق منافس جامد جدا، والمشكله ان كل لعيبته عندهم سرعه عاليه، وعلشان كده زمايل ايساجي اتفاجئوا في اول الماتش بهجمه خطيره. والمشكله الكبيره ان واحد من الفريق المنافس كان زميل تشيجري زمان، وعلشان كده فهو عارف كل حاجه عن اصابته وقرر هو زمايله يخلي كل هجماته من ناحيه تشيجري اللي اكيد هيبقى خايف يدافع بعنف.
لكن لما ساجي لاحظ اتدخل بكل فدائيه وقدر يتزحل على الكوره ويجيبها وبنى هجمه مرتده قويه جدا قدر فريقه من خلالها يحرز الهدف الاول. وبعد فريق منافس اندفعوا جامد في الهجوم وساعتها ساجي وزمايله استغلوا ده وقدروا يجيبوا الجول الثاني وبعدها الجول الثالث كمان. لاحظنا ان اللي جاب الثلاث اهداف هو اللاعب نفسه واللي بنعرف ان اسمه كون. ورغم ان مستواه كان قليل في الماتشات اللي فاتت بس في اليوم ده الدنيا كانت ماشيه معاه زي الفل. وبعد نهايه الشوط الاول زمايل ساجي كانوا فرحانين جدا لكن كابتن الفريق هداهم وقال لهم زي ما جبنا فيهم 3 اهداف في الشوط واحد يقدروا يجيبوا فينا اكتر من كده لو فقدنا تركيزنا في الشوط الثاني. وعلى فكره انا زميلت اكتر من لاعب فيهم وعارف ان عندهم افضل من كده بكتير. لازم نركز يا شباب في بقيه الماتش والا هنضيع اسهل جيم لينا لحد دلوقتي. لكن زمايل ساجي فقدوا تركيزهم في الشوط الثاني وبمجرد ما الشوط بدا الفريق المنافس عملوا هجمه من ناحيه تشيجري وقدروا يعدوا كمان من اساجي المره دي وسجلوا الهدف الاول. وبمجرد ما زمايل اساجي سنطروا بعد الهدف الاول الكره اتلعبت ناحيه كون ورغم انه كان يقدر يجيبها بس كسل وعلشان كده المهاجمين بتوع الفريق المنافس قدروا يجيبوا الهدف الثاني وبكده النتيجه بقت 3-2 لصالح فريق اساجي والماتش اتكهرب على الاخر. لكن اساجي كان ملاحظ حاجه غريبه جدا وهي ان كون في الشوط الثاني كانه واحد غير اللي لعب في الشوط الاول وفجاه الفريق المنافس اتقدم بهجمه خطيره وواحد منهم لعب عرضيه ورغم ان كون كان يقدر يبعد عن مناطق الخطوره لكن سابها للمهاجم بتاع الفريق المنافس اللي قدر يحطها جول بسهوله وبكده النتيجه بقت 3-3. وساعتها اساجي حس ان في حاجه غلط واتكلم مع كون والمفاجاه الخطيره ان كون طلع بيخونهم ومعرف الفريق المنافس بكل تفاصيل خطه فريق اساجي وده لانه عمل معاهم صفقه وانهم يسيبوه يجيب 3 جوال في الشوط الاول مقابل انه يفوت لهم كل حاجه في الشوط الثاني. وفعلا بعد وقت قليل الفريق المنافس قدر يجيب الجول الرابع وفاز بالمباراه. وساعتها واحد من فريق اساجي ضرب كون واخد انذار. وبعد الماتش موقف فريق اساجي اتعقد جدا في البطوله والاسئله كانت في ذهن كل واحد منهم يا ترى مين تاني خاين يا ترى مين هيتاهل يا ترى مين فينا هيبقى مهاجم اليابان الاول. ولو عاوز تعرف يا صديقي اجابات كل الاسئله دي ومصير اساجي وفريقه استنى معانا الجزء الثاني قريب جدا وادخل اتفرج على الفيديوهات اللي فاتتك علشان صدقني فايتك كتير. دمتم سالمين. سلام.